في الشؤون الإسلامية. دكتور أبو رمان، لماذا لم تجد هذه التجربة المغربية مثيلا لها في دول المشرق الإسلامي؟ من يلام في ذلك؟ هل هم الإسلاميون وطبيعة خطابهم ومنهجهم الذي يريد كل شيء أو لا شيء كما يقول البعض، أم أن الدولة التي لا تريدهم على الإطلاق، سواء كانوا ممثلين في الحكومة أو حتى ممثلين في البيئة السياسية كما حدث في كثير من البلدان، منها مصر وقبلها تونس قبل الربيع العربي، حاليا في أماكن أخرى؟ مساء الخير لك أولا ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين الكرام. برأيي أنه بالفعل هذا سؤال مهم على صعيد التحليل التجارب العربية والتجارب الإسلامية تحديدا بعد الربيع العربي. لكن كما أشار الضيفان الكريمان، أعتقد أنه هنالك خصوصية للتجربة المغربية على صعيد أولا نظام الحكم، قدرته على التقاط الشروط الإقليمية والدولية، وأيضا على صعيد حتى تجربة الحركة الإسلامية حزب العدالة والتنمية المغربي. للأمانة حزب تقدم كثيرا على الأحزاب السياسية في المشرق العربي في العديد من القضايا، أولا على صعيد فصل ما بين الدعوي والسياسي، ليس فقط على مستوى البروباغندا السياسية بل على مستوى تأصيل الفكري. هنالك تأصيل فكري قام به مفكرون مثل سعد الدين عثماني في هذا الموضوع، وأيضا متقدم على صعيد البرامج الاقتصادية والسياسية. لكن دعني أعود إلى المقارنة بين التجربة المشرقية والتجربة المغربية. أعتقد صحيح أنه كان هنالك تعثر كبير في تجربة المشرق. العالم تحديدا لو تحدثنا عن الحركات الإسلامية في العديد من الدول تأثرت في تجربة ميدان التحرير في مصر أكثر مما تأثرت في تجربة الحالة المغربية في البداية وسيناريو الصفقة إنجاز التعبير، أو السيناريو الإصلاحي وليس السيناريو الثوري الذي حدث في العالم العربي. في المغرب كان سيناريو إصلاحي. وأيضا بقيت الحركة الإسلامية أسيرة للانقلاب العسكري الذي حدث في مصر وجدانيا ونفسيا وفكريا. لكن الآن تحديدا بدأت إشعاعات التجربة المغربية تأخذ مدى جيد في المشرق العربي، وأثبتت هذه التجربة في الفترة الأخيرة نجاعتها. لاحظنا كيف أنه خالد مشعل في مؤتمر الحركات الإسلامية الأخير في الدوحة تحدث برؤية نقدية ذاتية مهمة عن رؤية الإسلاميين في المشرق. لاحظنا كيف أن زكي بن رشيد أحد أبرز أقطاب الحركة الإسلامية في الأردن والمهندس السياسي للحركة الآن تحدث عن الدولة المدنية واستشهد بسعد الدين عثماني وتحدث عن الفصل ما بين الدعوي والسياسي. وبالتالي أعتقد أنه هذه التجربة بدأت تأخذ ظلال لم تأخذها في البداية، لأنه كان الوهج للجانب الثوري. طبعا هنالك جانب بدون شك مثل ما بيعرفوا الضيفين الكريمان، هنالك مشكلة كبيرة كانت في رؤية الأنظمة السياسية في المشرق العربي للربيع العربي. رأت فيه خطرا، كانت طرف الإسلاميين خطرا، عملت على صياغة الثورة المضادة في العديد من الدول وكادت أن تصل إلى تونس، وصلت إلى مصر. بدت وكأنه الخصم تحول من خصم خارجي إلى خصم داخلي، وهي هذه الحركات الإسلامية. لكن اليوم هنالك دول أعتقد بدأت تعيد الحسابات بعد ما رأت نتائج الثورة المضادة وحالة الانقسامات الطائفية والسياسية إلى النموذج الإصلاحي الهادئ الذي وازن ما بين التغيير والاستقرار في المغرب، وتحديدا أتحدث هنا عن الدول الملكية مثل الأردن. طيب لماذا في رأيك المجال لمشاركة الإسلاميين لماذا في الانتخابات؟ يعني هذا الإصلاح الهادئ في المغرب وجد من يحنو عليه، وجد من يرعاه من الدولة ومن الملك نفسه. لماذا لم نجد أي محاولات من أنظمة الحكم في المشرق العربي للوصول إلى هذا الإصلاح؟ يعني في ذكرى حرب أكتوبر على سبيل المثال كتب أحد من شاهدوا المنصة من الصحفيين إلى جانب جوناثان رايت أن إخفاق دولة يوليو الأكبر أنها لم تهيئ مناخا ولا آلية لانتقال الحكم انتقالا سلسا مستقرا في دولة كبيرة كمصر، لأنه من يحكم يظل في الحكم ولا يسمح لأحد آخر أن يأتي. لماذا فشلت هذه الأنظمة في المشرق العربي في أن تهيئ المناخ لإصلاح هادئ يؤدي في النهاية إلى تداول سلمي ومستقر للسلطة حتى لو كان تحت سقف كسقف المغرب؟ أنا بعتقد أنه هنالك سببان رئيسيان. السبب الأول يعود إلى أن هذه الأنظمة غلبت الهاجس الخوف لديها والقلق من
الإسلاميين والقلق من وجود صفقة بين الإسلاميين والولايات المتحدة الأمريكية في بدايات الربيع العربي والخوف على مصالح النخب الحاكمة. تغلب هذا الجانب في المشرق العربي وبدت النظرة إلى الربيع العربي وكأنه الخطر المحدق. وصرح أحد أكبر المستشارين السياسيين لإحدى الدول بأن الهدف هو الحفاظ على ستيتس كيو أو على الوضع القائم في مواجهة الربيع العربي. لكن أيضا كان هنالك مسؤولية كبيرة على الحركات الإسلامية التي أيضا رفعت سقف الآمال والطموحات دون أن تقرأ جيدا طبيعة المرحلة الانتقالية وما يتطلبه التحول الديمقراطي من قراءة حساسة للمصالح القوى القائمة التي ما تزال في الدولة العميقة أو الجهاز البيروقراطي الأمني وما بين الطموح الشعبي الجديد في التغيير. قفزت في رؤيتها وقفزت في أحلامها وقفزت وكأن الديمقراطية يمكن أن تأتي عملية سريعة جدا. فأعتقد هنالك مسؤولية مشتركة مزدوجة يتحملها الطرفان في المشرق العربي. أرجو تبقى معي الدكتور محمد برومان. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو. أعود إليك أستاذ توفيق بوعشرين. يعني تيار العدالة والتنمية ليس التيار الإسلامي الوحيد في